سلام البنات، كيفكم؟ كيف الصحة؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في قناة ام ريماس المغربية رقم 1. حبيباتي، اليوم غادي نديرو معكم واحد البيتزا سائلة اللي مجربة وخطيرة كطلع، والنتيجة تاعها يعني غادي تبهركم. خطيرة خطيرة حبيباتي. غادي نديرو معكم اول حاجة العجينة. غنبداو على بركة الله. غادي نديرو ملعقة من الخميرة عشان الجو بارد. هلا هيا ملعقة كبيرة من الخميرة، وغادي نحطو ملعقة كبيرة من السكر. هاي، وغادي نحطو كاسة ماء وبيضة. هاي حبيبتي، غادي نخلطو نسيحو الخميرة، ملعقة خميرة كبيرة وملعقة سكر كبيرة وبيضة. نسيحو ونرجعو معاكم حبيباتي. كما شفتوا هنا سيحناهم معكم. غادي نديرو واحد 2 ملاعق من زيت الزيتون. هاي كل واحد كيعرف القياس. هاي 2 ملاعق كبار من زيت الزيتون حبيباتي. غنديرو هنا الخل، واحد ملعقة خل عشان الخل بيخلي الخميرة تنفش، وشوية ملح يعني نص ملعقة صغيرة من الملح، شوية زعتر لأنه كمان حزود لأنه بيجي في البيتزا طيب. عملنا كاسة مية حبيباتي، حنعمل كاسة طحين. عملتي نص كاسة طحين تعملي نص كاسة مية. هاي كاسة طحين، كاسة مية وكاسة طحين، وملعقة بيكي باودر. هلا حبيباتي حنحط زبادي، نحط 4 ملاعق مليانة زبادي عشان الزبادي بيجيبها هشة طرية. خلاص حبيباتي حنخلط هون المكونات حبيباتي. كما شفتوا هنا العجينة هيا غطيناها باش تخمر، وغادي نديرو دابا الصوص تاعها. انا غنديرو بالاسماك البحرية، عندنا الجمبري وعندنا هذا النوع من السمك، يعني صحن كبير مليان يعني كيلو شوي، كل واحد وعلى قياسه. انا هعمل البيتزا شويه كبيره، وهعمل لي زيبينار الفطر، هذا فطر كله وبس بالصلصه الطماطم، مش بالطماطم بالصلصه حبيباتي. عندنا الفلفل الاسود والزعتر والكمون والملح، بس اللي حنعملوا لهذا. هلا حبيباتي حنسيح الزبده هون، حنسيح بس شويه من الزبده لانها جامده. حسيح شويه عشان اقلي فيه السمك. بنات احنا بنذوب ناخد كميه من الزبده عشان هذا هنحط فيه. هاي 3 ريوس توم. هاي حبيباتي هنحط 3 ريوس توم عشان يعطينا اللذه حبيباتي. هاي التومه بدنا نحرقها بعد ما شويه تحمرت، هنحطها نخليه بس حبه شويه. بنات حنحط البهارات، عرفتوهم، الكمون والفلفل والزعتر والملح بس. هاي حبيباتي حطينا هنا البهارات، فلفل وملح وكمون بس، زعتر عشان يعطي النكهه. هنحط هون صوص الطماطم. راح نحط طماطم عشان هي البيتزا السايحه سائله يعني، مش البيتزا التانية تعجني وهيك. هاي كترنا يعني هاي العلبة خلينا فيها حبة. هنحط هون كمان الفطر اللي زبيناه. هاي بنات زي ما شفتوا حطينا كمان الفطر هون، نخليهم بس حبة صغيرة. خلاص وحنبلش على بركة الله. البنات هي هذه العجينة تاعتنا كيف صارت، شفتوا القوام بحال الكيكة، خاصها تكون بحال الكاية حبيباتي. احنا حطينا هنا ورق الزبدة في الطواية، هنحطها هون نرجع معاكم. البنات هي كيفاش حطيناها. غادي نديرو دابا الجبنه الموزاريلا من فوقها وكاع تاني نحطو هاد الصوص هادشي نعاودو تاني نديرو بهاد الطريقه. هاي حبيباتي كما شفتوا. دابا تاني غنحطوها ونعاودو نديرو فوق منها
حبيباتي دابا غنحط هاد الشيء كله فوق منها ونعاودو نزيدو جبنه. وعندنا هون فلفل. حبيباتي حنا غادي نرجعو نديرو الجبنه الموزاريلا من فوق بعد ما حطينا الاسماك البحريه. حنا عملنا الجبنه الموزاريلا من تحت، غنرجع نعملها فوق عشان تيجي معلقه وطيبه. يلا حبيباتي خليكم معايا على التقديم في الاخير. ندخلها هلا على الفرن. هانتوما الحبيبات تاعي يلا طلعناها من الفران. ما نعاودش ليكم، هانتوما طريه طريه ما شاء الله. شتو طريه كتنيها، خطيره خطيره. تعلق. شتو البنات. المهم حبيباتي الا كان كيعجبكم محتوى تاع ام ريماس المغربيه دعمونا وديروا لنا لايك سبسكرايب مع قناه ام ريماس المغربيه رقم 1. هانتوما حبيباتي شوفوا شتو كي راه سخونه الا طلعتها من الفران. شتي كي سخونه البنات ان شاء الله. ما شاء الله. يلا حبيباتي مع السلامه. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الكيكه. هذه اسمها الكيكه عفوا اسمها البيتزا السائله. كاينه البيتزا تاع العجين وكاينه السائله، هذه اسهل. يلا حبيباتي مع السلامه.